سيران، بس سيران غير شكل، هو سيران المعالي. سمعتوا بهيك سيران من قبل؟ تعالوا نروح سوا بالشام على سيران المعالي يلي كتير ناس حكوا فيه. خلونا نجربه سوا. بلشنا مشوارنا باتجاه طريق المطار. شوفوا الطريق شو حلو، وصح في عجقة بس لأنه كان يوم عطلة. وهالمطعم هو على شكل منتزه، موجود بمفرق الجسر الرابع، مفرق مدينة المعارض، وبيقدم مقالي وفتوش. بس إذا بتحبوا يلي ما بيحب ياكل المقالي فيكم تجيبوا أكلاتكم معكم. استمتعوا معي بالطريق الحلو، وخصوصي وقت الغروب قديشو حلو. وصلنا على المنتزه، وشوفوا ما شاء الله العجقة، وشوفوا الغروب قديشو حلو. نحن حبينا نروح عشاء اكتر مما انه نروح غدا لانه كان نهار شوب. وفتنا لجوا، شوفوا ما شاء الله الطاولات تقريبا كلها مليانة. وحبيت ورجيكم المطبخ والنظافة كتير نظيف ومرتب، وكل شي فيه منظم. وهلا اجا الاكل. احلى شي فيه انه بيقوموا الطاولات المحطوطين اللي بيكونوا فاضيين وبينزلوا الطاولات اللي عليها الاكل، بدل ما يحملوا صحون صحون بينزلوا الطاولة كاملة وبيرجعوا بيقوموها كاملة. ومثل ما شايفين نزل صحون مقالي، والفتوش طريقة تقديمه كتير مميزة، والبطاطا المقلية وبندورة مشوية وسلطة. وما ننسى الحباشات، البقدونس، الثوم المهروس، الفلفل متبل. كان في كتير شغلات تانية على الطاولة. ومثل ما خبرتكم يلي بيجوا معكم مو حابين ياكلوا من المقالي فيكم جيبوا معكم اكل. هون نحن جبنا شاورما، وهيك شكل الفتوش عن قريب، خبزة مأمرة وبقلب السلطة وعلى الوجه تبس الرمان. كسرناها وعن جد مقرمشة ولا أطيب، وهلا عم دوقه عن جد كتير كتير طيب ومميز وأطيب. وتعالوا نحضر سوا أطيب صحن مقالي. حطيت كم قطعة باذنجان، وأهم شي بينحط معهم الملح والثوم، وضفت لها البندورة المشوية. شوفوا شكلها شو بيشهي، بندورة فريش وشاوينا عن جد ولا أطيب. حطيت معها السلطة وخلطت المكونات كلها سوا، وحضرت أطيب صحن باذنجان مقلي. وطبعا في زهرة مقلية وبطاطا مقلية. أكلة مميزة وعن جد فكرة كتير حلوة، أكيد لازم تجربوها. بكفي إنه ما طلعت ريحة البيت قلي. والسيران مع الصغار ما بيكمل وما بيكون حلو من دون ما نعمل لهم شوية مسابقات ونلعبوا. وهون صاروا عم يتسابقوا بالسكوتر. طبعا سيف شوي تحيب أو موقف، بس المرة الثانية كمل. طبعا صار كتير حوادث، ساعة حيفوتوا بطاولة، ساعة كذا، فكتير كانوا لذيذين وكتير انبسطوا.
ومثل ما خبرتكم فيكم تجيبوا معكم اكلاتكم. هون حبينا ناخذ معنا السينامون رولز، شوفوا شكلهم شو طيب، وحبيت ورجيكم اياها عن قريب. شوفوا طريه وهشه وعليها الصوص ولا اطيب، والريحه بتغوي بالقلب، عن جد كثير كانت مميزه. بلشت اسكبهم بصحون ووزع لهم اياهم، شوفون شو طيبه. ووقت تتواجد هيك اكله اكيد رح تشوفوا الكبار والصغار عم يتسابقوا عليها. ولفت نظري انه صاحب المطعم كثير بحب يعتني بالزباين، وهذا الشيء الحلو فيه. وهون شفته عم بيزين صحن فواكه، فحبيت شاركه معكم وتشوفوا الابداع والفن يلي حطوا فيه. حبيت كثير كيف حاطت الخس، كيف كان البطيخ مقطع، عن جد عم يشتغل بشغف وبحب لهالمهنه، وكيف قطع الدرقنات وكمان لنجاص، وحاطت كرز وعنب وخوخ. شوفوا لي هالصحن شو حلو ومزوق. واكيد السيران للكبار ما بيكمل من دون جلسه قهوه وبزر ولعب شده. وهون صورتها تايم لابس لانه اللعبه كانت كتير طويله والكل استمتع فيها، فحبينا هيك نعملها بطريقه جديده وصور لكم اياها لحتى ما تملوا. وهون عم نلعب لعبه شده جديده اسمها زهايمر. اللعبه حلوه وفيكم تلعبوها كجروب او من 3 اشخاص اقل شيء. وهيك كان مشوارنا بسيران المقالي. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك، اشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا بتحبوا معلومات عن المنتزه يلي رحنا له اكتبوا لي تحت بالتعليقات لا ابعت لكم اياهم. والصغار حبوا يودعوكم على طريقتهم.